شوف لي حل ما كانش مجرد سيت كوم للضحك، كان مختبر لمواقف علمية ونفسية معقدة. في الحلقة هذه باش نخليه يضحك على جنب وباش نحكيه على أغرب 5 ظواهر علمية شفناها في شوف لي حل ولكن ما ركزناش فيها. أنا بها وهذه قناتي، تنساش تعمل اشتراك وتفعيل الجرس. واليوم باش نعملوا تشريح علمي لأكثر مسلسل مشهور في تاريخ تونس. حضروا روحكم اليوم خاطر بعد الحلقة هذه باش تشوفوا شوف لي حل بطريقة أخرى عمرك ما شفتها من قبل. اليوم شنو؟ اليوم يا امي نهار الجمعة 13، النهار هذايا يتشائموا منه القورة. في التوب 5 فوندرودي 13 أو الجمعة 13. اليوم فودغودي 13. هذاك علاش طفيتني في الترزة أنا. اليوم شنو؟ اليوم يا امي نهار الجمعة 13، النهار هذايا يتشائموا منه القورة. شنو حكاية الفوندرودي 13 وعلاش في البلدان الغربية يتشائموا منه ويتجنبوا حتى أنهم يخدموا أو يسافروا أو يعملوا حتى حاجات بسيطة؟ باختصار وببساطة، وقت اللي يصادف أنه نهار الجمعة يكون 13 في الشهر، في أمريكا وفي البلدان الغربية يعتبروه نهار منحوس ومشؤوم بسبب أسباب دينية وتاريخية. في المعتقدات المسيحية عندهم مصطلح العشاء الأخير، وهو العشاء اللي كان فيه المسيح عليه السلام مع 12 تلميذ، والتلميذ عدد 13 هو كان التلميذ الخائن بيناتهم، وهو سبب في صلب المسيح من قبل الروم. ففي المعتقدات المسيحية ربطوا بين الجمعة وبين العدد 13 وعملوه يعني يوم مشؤوم، ولاو يعتبروه من أسوأ الأيام في العام. وأيضا الأسباب تاريخية، لأنه فما برشا أحداث مأساوية صارت نهار الجمعة 13. فما كاتب اسمه توماس ويليام عام 1907 كتب رواية اسمها فرايداي ذا 13، والرواية هاكي كانت سبب كبير في انتشار خرافة الجمعة 13 والتشاؤم منه. وبطبيعة الخرافة هذه الجمعة 13 ما تعنيناش كمسلمين، لأنه نهار الجمعة هو من أفضل الأيام في الجمعة وهو نهار مبارك. أصلا التشاؤم والطيرة تعتبر من الشرك. أنا توا محسوب قديش؟ في المرتبة الرابعة أزمة الخمسينات. أنا توا محسوب قديش؟ تفكروا الحلقة وقت اللي سليمان ولا عمره 50 ولا غاضب ومستعار من عمره. الإنسان بعد عمر 40 يبدأ يحس بفراغ وحزن غريب، رغم اللي حياته مستقرة، دار وعائلة وزوجة وحياته مريقلة مش ناقص حتى شيء، لكن يحس بفراغ غريب مش فاهم منين جاي. سؤال يقعد يدور في راسه، شبيني مانيش فرحان. يبدأ يتفكر في اختياراته القديمة، مش كان خدمت الخدمة هذه خير، كان سافرت خير، كان عملت كذا وعملت كذا، ويبقى يتحسر على السنين اللي مشات، ويولي يتصرف بغرابة ويغضب على أبسط الأسباب. والأسئلة هذه تجي لبرشا عباد في عمر 40، وكل واحد عنده ردة فعل مختلفة. فما اللي يقرب الرب أكثر ويلتزم بالطاعة والدين، فما اللي يبعد أكثر ويتجه للمعاصي والشهوات والهملة ويتسيب على طلق ذراعه كما يقولوا، ملذات وشراب وتهور وحياة من غير قيود. فما اللي يمشي للصالة يترانى ويتلهى بدنه، ولكن مش حبا في الصحة البدنية والصحة الجسدية، ولكن حاس بأنه الموت بدأت تقرب. المرحلة هذه من العمر تسمى أزمة منتصف العمر، ميد لايف كرايزس، أو أزمة الخمسينات، فما شكون يسماها أزمة الأربعينات. والشيء هكا هو اللي جاء سليمان الأبيض وبدأ يحس بيه وقت اللي يوصل لعمر 50 ولا يسعر من عمره. عندهم الحق حتى هو يعمل القأس. في المرتبة الثالثة حالة نفسية اسمها أغورافوبيا. شنو هي لاغورافوبي؟ لاغورافوبي الكلها هي الخوف من الفول بصفة عامة. الفول هذه كلمة بالفرنساوية معناتها يبدأوا الناس محظبين مثلا. الخوف أو الرهاب من الأماكن الواسعة والزحمة. ولكن الحقيقة هي حالة نفسية أعمق من مجرد خوف. الشخص اللي عنده أغورافوبيا يخاف أنه يفقد السيطرة في وسط الناس وفي وسط الزحمة، وتصير يعني نوبة هلع، نوبة بكاء أو نوبة ضحك، أو يدخل في هستيريا، ويخاف من ردة الفعل العباد اللي بيشراوه بطريقة هيك، يعني تقريبا رهاب اجتماعي. يحس بضربات القلب عنده تتسارع، ويحس بضيق في النفس، يحس بروحه باش يدوخ، البلاصة اللي فيها برشا عباد يحس روحه مش مرتاح فيها. وطبيعي اللي عنده حالة كيفك لازم يداواها ولازم يتعالج من شيء هكا، على خاطر باش تسبب له في مشاكل وما تخليش يتعايش مع العباد، على خاطر في المجتمع هذا لازم تكون اجتماعي وتخالط الناس باش تنجم تعيش. صحيح الوحدة ساعات تنجم تكون باهية وتنجم تنظم أفكارك وتراجع نفسك، ولكن زاد لازمك تعيش مع العباد، لازمك تحس براحة وانت مع الناس، مش تهرب منهم وتكون منعزل. اي نعم سيدي، والشاي ذا يسميه بالسوري اللي فيه بابيون. بابيون معناتها فرتاتو. في المرتبة الثانية The Butterfly Effect أو تأثير الفراشة، أو عنده اسم آخر نظرية الفوضى. توا تحب تقول لي اللي الساشي بتاع القطان اللي نبيع فيها انا هنا تاثر على البورصه بتاع نيويورك غادي؟ اي نعم سيدي، والشاي ذا يسميه بالسوري اللي فيه بابيون. بابيون معناتها فرتاتو. في اللقطة اللي شفتوها توا في الشيء مستغرب كيفاش النصبة متاعه اللي موجودة في تونس باش تأثر على البورصة في نيويورك.
وهذا يتسمى تأثير الفراشة أو نظرية الفوضى. تأثير الفراشة بكل بساطة يعني أي حاجة بسيطة وبالكاد تراب العين مجرد تنجم تعمل تأثير كبير على الآخر ما تنجمش تتصوره. مصطلح تأثير الفراشة أو نظرية الفوضى جابه عالم الأرصاد الجوية إدوارد لورنس، وقال أنه ممكن رفرفة فراشة في البرازيل تعمل إعصار قوي في مدينة تكساس في أمريكا. والشيء هذا يعني أنه أي حاجة بسيطة وبالكاد يعني التأثير متاعها يكون خفيف على الآخر، ولكن الأثر التراكمي متاعها ينجم يعمل نتائج كبيرة على الآخر ما تصورهاش. الحقيقة ما تصورتش نشوف حاجة كيفك تأثير الفراشة في مسلسل شوف لي حل. الحقيقة برسمي اكتشفت أنه شوف لي حل من أكثر المسلسلات اللي فيه ظواهر علمية وأمراض نفسية غريبة ومعقدة، لكن المسلسل عداهم طريقة ضحك، طريقة مبسطة واحنا مفقناش به. لكن توا الحقيقة قاعد نحلل في كل لقطة بشوية لأن اكتشفت برشا حاجات ما كنتش تصور نلقاهم في المسلسل. حسيت تأثير الفراشة هذا تنجم تقرأها بطريقة أخرى، مثلا الحاجات البسيطة اللي تعمل فيها كل يوم اللي ترى روحك ماكش تعمل في إضافة كبيرة، ماكش تعمل في فايدة كبيرة، نجم الأثر التراكمي متاع الحاجات اللي تعمل فيها تعمل لك نتائج كبيرة، نتائج تحسن لك في حياتك وتحسن لك من الوضع متاعك، ولكن أنت كنت حقيرة لحاجاتك. الحقيقة كان قريت تأثير الفراشة في الفاكولتي ممكن ما ركزش معها الدرس ونتلفوا وما نرفزوش أصلا، لكن كي تشوفوا في مسلسل بطريقة تضحك، طريقة هيك كوميدية تحفونة، تدخل لك لقلبك والمخك وتفهمها بطريقة سهلة على الأخر. هيك على ساعات تقول المشكل ماهوش من الدرس، المشكل ساعات من طريقة الإلقاء متاع الأستاذ أو طريقة الطرح متاع الدرس بيدو. فنتصور من أحسن طرق متاع التعليم أنك تعلم طريقة الضحك أو بطريقة ترفيهية كلعبة مثلا أو كفيلم قصير. فالمخ بطبيعته يحب الترفيه، يحب يعمل جو، ما يحبش يحس روحه مجبور إنه يتعلم الحاجة هيك فوق من قلبه. اطلع عنده الروبصة معناتها سومنامبول. في المرتبة الأولى نتصور راكم الكل تتفكروا الحلقة هذه وقت الأسبوعي ولا يمشي هو رقد. يلا ولدك اطلع عنده الروبصة معناتها سومنامبول. والشيء هذا يتسمى سومنامبوليزم، المشي أثناء النوم. الحالة هذه تجي الإنسان تخليه يعمل حاجات وهو راقد مش فايق بروحه في حالة وعي جزئي، كما المشي أثناء النوم، أو ينجم حتى يدخل الكوزينة ويطيب حاجة وهو راقد، أو ينجم حتى يوصل لسوق الكهرباء وهو راقد مش فايق بروحه. حالة نفسية معقدة وغريبة على الآخر. ونوبات المشي أثناء النوم هذه تنجم تمتد ثواني كما تنجم توصل حتى نص ساعة. في أغلب الحالات اللي عنده الحالة النفسية هذه ما يتذكرش شنو عمل له هو راقد، لأنه وقت اللي يكون يمشي هو راقد يكون وقتها في أعمق مرحلة في النوم واللي هي سلو ويف سليب. وصلنا تو نهاية الحلقة. قولوا لي شنو رأيكم في السلسلة هذه، في سلسلة شوف لي حل، خرجت منها تو تقريبا 5 حلقات، ونتصور مازال فما أفكار أخرى من شوف لي حل نجم نخرجها ونعمل حلقات أخرى أكثر منك. بالطبيعة إذا عجبتك الحلقة تعمل لايك وتشترك في القناة. نتقابلوا في حلقة أخرى إن شاء الله. سلام.